سلام ومرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد. القصة ديال اليوم غادي نبداوها من واحد القرية نائية. كانوا الناس عايشين في سلام وأمان، وكانوا كيعرفوا بعضياتهم مزيان، وكل واحد فيهم عنده حياته اليومية، كيخدم في الأرض أو في الحرفة ديالو. ولكن في واحد النهار جات القرية واحد المرأة سميتها سعاد. كان جديدة في المنطقة وما كانوش كيعرفوها الناس مزيان. عندها جوج وليدات، بنت وولد. ولكن هاد المرأة كانت فيها شي حاجة غريبة. عينيها كان كيبان فيهم شي نظرة ماشي طبيعية، وكانوا كيخوفوا شوية. بحال أي واحد جديد للدوار، كانت سعاد تتعرف على الناس وتتبني علاقات مع بعضهم. ولكن كانوا كاينين بعض الناس اللي بداو تيشكوا فيها، خصوصا فاطمة، واحد من النساء القويات في القرية. فاطمة كان دائما متبع الأمور في هذه القرية، وكان دائما كتحس أن شي حاجة غريبة كاينة مع هاد سعاد. في واحد النهار جا عند فاطمة واحد من الجيران سميتو موسى، وقال لها: فاطمة، واش سمعتي بسعاد؟ واش شفتي شي حاجة غريبة؟ قال لها: انا حاس ان هاد المرأة ماشي طبيعية. فاطمة كانت شاكة، ولكن ما كانش متأكدة. ومع مرور الوقت بدات تلاحظ تغيرات غريبة في حياتها وحياة الناس ديال الدوار، خصوصا الناس اللي تتخاصم معاهم هاد السيدة على شي حاجة بسيطة، أغلبها تيكون السبب ديالها الدراري. واحد النهار فاطمة كانت ماشية للسوق، وشافت جارتها زهرة كانت جالسة في بلاصة مضلة، وجهها شاحب وعينيها فارغين. السيدة بحال إلا الدم مبقاش في وجهها. سولاتها فاطمة: زهرة، شنو كاين؟ مالكي تبدلتي؟ ما بقيتيش تضحكي؟ زهرة جاوبتها بصوت ضعيف ما عرفاشها فاطمة: انا بديت نشوف شي حاجات غريبة في الدار وعلى برا، وكنحس براسي مريضة. كاينه شي حاجة ماشي طبيعية هنا، كاين شي حد كيدير ليا شي حاجة اللي انا ما قدرش نعرفها. فاطمة قررت أنها تكتشف شنو كاين. واحد النهار كانت في الغابة تجمع الحطب، وهو يوقف عليها واحد الراجل متوسط في السن وقال لها: فاطمة، حظي من سعاد. قالت لي: شكون انت؟ قال لها: انا مراقب سعاد منين دخلت القرية ديالكم، واي قرية تدخل لها تتحطم ناسها، وانا منهم. وقال لها: واش سمعتي على السحر الاسود؟ سعاد كدير السحر الاسود في هاد القرية. فاطمة كانت مصدومة: شنو السحر الاسود؟ قال لها: سعاد كتمارس السحر الأسود باش تضر الناس وتتحكم فيهم، وعندها قوة غريبة وتقدر تسيطر على العقول، وكتجلب كوارث وتخلي الناس يتعذبوا بلا ما يحسوا. السحر الأسود هو السحر كيستعملوه باش يضروا به حياة الآخرين. فاطمة كانت عايشة حياة بسيطة، ما عمرها سمعت بالسحر الأسود ولا عاشت مع شي حد اللي يقدر يدمر حياة الآخر بلا رحمة. فاطمة ما تقبلتش هاد الشي يوقع في القرية ديالتها اللي كبرت فيها وتربت مع ناسها. ومن هاد النهار بدات تتراقب سعاد. في واحد النهار طلعت فاطمة للسطح ديال دارها، وبدات تشم واحد الرائحة كريهة جاية من الدار ديال سعاد. طلعت من سطحها وشافت في وسط الدار ديال سعاد، لقاتها دايرة شي طقوس غريبة، ووسط ديال الدار عامر بالدم، وسعاد تتخلع ولابسة واحد الحوايج خايبين. فاطمة تخلعات وعرفت باللي كدير طقوس ديال السحر الأسود، كدير الشعوذة وتستعمل قوى شيطانية باش تضر الناس. فاطمة ما بقاش ساكتة ومشات عند الشيخ ديال القرية، واحد الرجل كبير في العمر اللي كان عنده معرفة بالروحانيات. قالت لي: الشيخ، واش تقدر تساعدنا؟ قال لها: مرحبا. قالت لي: سعاد كدير السحر الأسود في هذه القرية باش تضر ناسها. الشيخ قال لها: السحر الأسود ماشي سهل، ولكن الله قادر على كل شيء. خاصنا نديرو طقوس دينية باش نطهروا القرية من هاد السحر. غادي نحتاجو ناس مؤمنين وقلوبهم طاهرة. فاطمة ومعها الشيخ وبعض الناس اللي كانوا مؤمنين بداو يداويو في القرية، وكانوا كيصليو ويقراو آيات من القرآن ويعملوا طقوس تطهيرية، وكانوا كيطلبوا من الله أنهم يحميهم من هذا السحر الأسود. من بعد واحد المدة بدات الأشياء تتحسن.
الناس اللي كانوا متأثرين بهذا السحر بدأوا يرجعوا لحالاتهم الطبيعية. أما سعاد فاختفت، ما بقاش قاع تيبان ليها الآثار، كأنها ما عمرها كانت، وتيقولوا أن الله حماهم من شرها. لكن رغم أن الناس تخصوا من هذا السحر، فاطمة تعلمت أن السحر ماشي غير طقوس، ولكن كاين في القلوب. تعلمت أن خاص الواحد يكون إيمان ديالو قوي ويكون قلبه نقي، حيث في النهاية الإيمان بالله أقوى من أي سحر. هنا تنوصلوا لنهاية هذه القصة، وبغيت نقول لكم أن السحر الأسود يمكن ليه يأذي الناس ويخرب حياتهم، ولكن الإيمان بالله والصدقة والدعاء يمكن أنهم يكونوا أقوى من أي قوى شيطانية.